السلام عليكم. والله إن العين تدمع والقلب يخشع في هذا المصاب الجلال. أتقدم كباقي المغاربة بقلب مكلوم بأصدق المواساة والتعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدد من المدن المغربية، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي الجرحى. كل الضحايا نحتسبهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، وليس هالك كما يحلو للبعض أن يقول، لا، إنهم شهداء، وهذا قدر وقضاء، ولا أحد يعرف كيف وأين ومتى يأتي. وقد أعلن المغرب يوم الأحد الموافقة على عروض مساعدة 4 دول لدعم جهود الإنقاذ عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مساء الجمعة، خاصة نواحي الحوز. الدول هي إسبانيا، بريطانيا، قطر والإمارات، 4 دول صديقة قبل المغرب مساندتها. تتجلى في تعبئة مجموعة من طرق البحث والإنقاذ. بيان من وزارة الداخلية مساء الأحد أن الزلزال الذي كان قوته 7 درجات على مقياس ريشتر أنه أودى بحياة 2122 شخص وإصابات 2421، بالإضافة إلى دمار مادي كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالمناسبة أقيمت يوم الأحد صلاة الغائب في معظم مساجد المملكة المغربية، وكما جاء في عنوان الفيديو، عند الضيق كيظهر الصديق، أو العدو من الصديق، هذا هو المثال هكذا يقول. في هذه الشدة ظهر المغاربة الأحرار الذين أبانوا على وحدتهم وغيرتهم على بلدهم وحبهم لبعضهم البعض، إذ امتلأت كل مراكز تحقن الدم خلال الساعة الأولى، والتي استقبلت يعني المغاربة من مختلف الأطياف، رياضيون، عسكريون، موظفون، يعني أناس عاديين. يعني مراكز الدم شهدت يعني اكتظاظ كبير، والكل وقف جنبا إلى جنب، لا فرق بين هذا وذاك. يعني ساعة الجد كل شيء كيتجند، وذلك لدعم مخزون الدم الوطني لإنقاذ آلاف الجرحى الذين خلفتهم الكارثة الطبيعية التي ضربت العديد من المدن والقرى المغربية. الحمد لله هذا الزلزال بين يعني التضامن والألفة واللحمة ديال المغاربة في ساعة الشدة. فكانت الإمدادات يعني المادية والمعنوية من كل مدن المغرب، طنجة، الريف، الرباط، فاس، مراكش، يعني كل المدن المغربية ساهمت في هذه الحملة ديال التضامن. وما شاء الله هادو هما المغاربة اللي كيبانوا في ساعة الشدة، جزاهم الله كل خير. وإن شاء الله اللي يقدم أي حاجة ولو مواساة ولو حتى بالكلامية، الله سبحانه وتعالى غادي يجازيه. وشكرا لكل الدول الداعمة، شكرا لكل من عرض يعني المساعدة ديالو، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يحد الباس وتكون هذه آخر الأحزان يا رب. وفي النهاية أعتذر عن رداءة الصوت، وذلك بسبب أزمة زكام مررت بها مؤخرا، وشكرا لتفاهمكم وشكرا لدعمكم. تحياتي الطيبة.